حبايبي كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله احنا هنعمل ايه عاشورة مع بعض. فده عبارة عن نص كيلو قمح هنغسله وننقعه حوالي ساعتين، نولع عليه النار. بعد ما اتنقع غسلناه تاني وهنولع عليه النار لحد ما ياخد كام غلوة كده ويستوي. اثناء السوا بتاع البليلة طبعا لازم وانت بتشتريها تقولي للراجل عايزه قمح بليله. معايا بتشرب الميه، زودي ميه. بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما تستوي. زودي بس ما تزوديش زياده يعني عن اللزوم. خليها بقى تستوي ونحط لها بعد ما تستوي هنحط السكر بتاعها. اثناء التسويه قلبي كده بالراحه. هو كده داخل على سوا خلاص. نحط سكر، نحط السكر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما اي حاجة تحطيها او تعمليها سمي بسم الله الرحمن الرحيم. دي يعني كنز من كنوز ربنا سبحانه وتعالى. قلبي قلبي قلبي. بعد ما استوت البليلة بتاعتنا هنحط اللبن بتاعنا. ونحط حبة نشا. هتاكلي احلى عاشورة من ايدك. طبعا احنا حطينا السكر، متكتريش نشا لان النشا بطبيعة الحال بيتقل. نقلب قلبي قلبي قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت القشطه بتاعت اللبن كمان، لبن حليب يعني، خليه لبن حليب دسم. قلبي قلبي قلبي. هتاكلي احلى بليله من ايدك. حاولي السكر اللي انت حطيتيه ما تحطيش سكر كتير قوي. ليه؟ لان هنحط كريم شانتيه والكريم شانتيه يبقى عليه سكر. فهنحط تاني حوالي 4 معالق كريم شانتيه. نقلب قلبي قلبي. هتلاقي القوام بيغلظ معاكي. قلبي قلبي قلبي. هتاكلي احلى عاشوره من ايدك، هتعجبك جدا. قلبي قلبي. استمري في التقليب بالراحه كده وكون العين هاديه. هيغلي وتطفي عليه ونغرف. طفينا عليها. بعد ما طفينا عليها نغرفها في الكاسات او الاطباق اللي معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تزوقيها زوقيها، عشان احنا ما بنحبش الحاجه عليها اي حاجه. حطي زبيب، حطي جوز هند، حطي مكسرات. انا وريتك هنا ممكن تحطي مكسرات بس قدميها بالشكل دوت. جميله جدا وطريقتها حلوه جدا. واشتركي لي في القناه واعملي لايك. وشكرا لكم على المتابعه، ويا ريت تعملوا لي شير على القناه. وشكرا لكم على المتابعه لاحلى الاكلات ام ادم.